أفضل صفقات لاعبين هذا الموسم. نبدأ بحراسة المرمى مع الإنجليزي نيك بوب حارس نيوكاسل يونايتد. ساهم الحارس الإنجليزي ب 12 كلين شيت مع فريقه نيوكاسل يونايتد مما ساعدهم على بلوغ دوري أبطال أوروبا. نبدأ إلى مراكز الدفاع. عندنا الأوكراني زينشينكو قادما من مانشستر سيتي إلى أرسنال قدم مستويات كبيرة. ثم ننتقل إلى برشلونة مع كوندي قلب دفاع مركزه الأساسي، ومع تشافي أخذ مكان الظهير الأيمن وأدى بشكل ممتاز. ثم ننتقل إلى الصفقة التي أتت بصمت إلى مانشستر سيتي وهو المدافع مانويل أكانجي مدافع صراحة جاء في مانشستر سيتي ودخل في المنظومة بسرعة، لم يحتاج إلى وقت كبير لكي يتأقلم مع أسلوب بيب غوارديولا، ولاحظنا كذلك أنه نضج معه. نذهب إلى خط الوسط مع صفقة انتقال كازيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد. ربما لا يوجد اثنان يختلفان على هذه الصفقة أنها من أروع الصفقات هذا الموسم. ثم نذهب بعد ذلك إلى خط الهجوم وإلى الدمار الشامل. نبدأ بصفقة انتقال الجورجي كفاراتسخيليا إلى نابولي. فالجورجي سجل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، ساعد بذلك بتتويج فريقه بالدوري الإيطالي، حيث يلقبونه في نابولي بمارادونا الصغير. الصفقة الثانية من برشلونة ولا وهي ليفاندوفسكي، وأرقامه تتحدث عنه، فهو هداف الليغا وساعد برشلونة التتويج بلقب الليغا. فصفقة ليفاندوفسكي بالرغم من سنه الكبير إلا أنها آتت ثمارها. ثم الصفقة العظيمة والكبيرة وربما من أعظم الصفقات على مر التاريخ، وهي انتقال إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي قادما من دورتموند. كانت هذه هي قائمة إخوتي الكرام. ما هي قائمتكم؟ شكرا.